توته بقى هتخرط لي الملوخيه. بص توته وهي بتخرط الملوخيه. لا لا، زيكم. اتك قوي يا توته. امسكي المخرط عدل. لا بصي يلا انا ايد وانت ايد، ماشي؟ يلا يلا، واحد اتنين تلاته. بصوا. انا بقى هخرطها مع نفسي واديها الاول تخرطها. لا لا. هتبعتريها. طيب يلا خرطي، طيب كده انت بتلعبي. يلا واحد اتنين تلاته. ايه ده، برافو، اتك قوي قوي. ماشي، انا هخرطها مع نفسي ونعمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها. اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. لسه طبعا يا حبايبي جت حبه مشتريات، فيديو مشتريات جميل جدا. الباص الفيديو طلعت، بص تحفه تحفه جميله. دي ب 10 جنيه، والقديمه برضو لسه موجوده وب 10 جنيه برضو. دي انا بحب برضو القديمه يعني. جبت كيلو من دي وكيلو من دي. النهارده السوق زحمه موت، مش عارفه في ايه. المباحث ماليه الدنيا. قدام العماره عندي عربيات المباحث واقفه واقفه، مش عارفه ليه. كل حاجه ماشيه مظبوط، محدش هينزل يا جماعه يتظاهر ولا حاجه، بس مش عارفه في ايه. حتى الفرن زحمه موت. انا جبت عيش يعني، جبت انا كل ما بنزل بجيب ب 2 جنيه عيش. جبت ب 2 جنيه عيش اهو. وجبت الطماطم النهارده رخصت ب5 جنيه. انا كنت جايباها اخر مره ب6. البتنجان دون ب5 جنيه، جايباه عشان اشويه. وجايبه الخيار اهو دون، ده 3 ب10. الملولو ده جبت عشان اخلل تاني، واحلى خيار ب5 جنيه اهو. جبت كيلو من ابو 5 و3 ب10. الخيار اللي انا كنت مخلاه معاكم اهو، ده البواقي بتاعته اخر حبه، فقلت اخلي لهم تاني تحفه لغايه اخر واحده بتقرقش وجميل يعني. هو ملحقش، انا قلت لكم مش هيلحق. ال2 كيلو اتنسفوا. والفلفل كيلو ونص ب10 رخيص. انا كنت جايبه اخر مره ب10، جبت كيلو الا ربع. وجبت ايه تاني؟ جبت الملوخيه ب7 جنيه، جبت نص كيلو. وجبت خضره 3 ب2 جنيه. طبعا الحاجه الاساسيه في كل ما بنزل اجيب الرمان ده ب6 جنيه. جبت 2 ونص ب15. والليمون كيلو ونص ب10. جبت كيلو الا ربع ب5. والفاصوليا الخضراء طلعت ما شاء الله جميله. جبتها عشان هبقى عامله عليها لحمه، انا عندي لحمه في الفريزر. جبت كيلو الا ربع كفايه عشان يكفينا يومين. انا بعمل الاكل اليومين وساعات اليوم لما يكون الاولاد عندي. جبت بقى الفراخ النهارده ب44 جنيه البيضه، والبلدي ب56. جبت فرخه بيضه وديك بلدي. الفرخه البيضه دي ب90 جنيه، والديك البلدي ده ب70 جنيه. وجبت نص بانيه بس حطيته في الفريزر ب45 جنيه. البانيه النهارده رخص، كان ب95 جنيه الاسبوع اللي فات. فدول ايه، والبتنجان ده ب5. وايه، والعيش بقى. وهو دول اللي حبه المشتريات النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بطاطس وحبه ملوخيه وحبه رز بشعريه. انا لغايه دلوقتي مش عارفه مين من الاولاد جاي لي، ما حدش طلبني لسه. فانا هعمل اكل بزياده، ولو ما حدش جه عادي خير وبركه يكفيني يومين. لو حد جه هعمل ايه؟ هعمل الفرخ البلدي والفرخه البيضاء، لان انا عندي بنتي ما بتاكلش. في بنتي بتحب الابيض وفي بنتي بتحب البلدي. لو وجبت الفاصوليا الخضراء، قلت عشان هم لو جم بكره نعمل لهم فاصوليا ورز ولحمه كده يعني. اكله مش كل مره بقى محشي وصواني وحاجات من دي. هم لازم الاكل المغذي بيجوا ياكلوه عندي. وطبعا والله المحشي، حاجات المحشي كتير في السوق بس مش قادره اشيل خالص. كتافي وجعاني جدا. فجبت انا بقى حاجات الاسبوع كده هون. وايه، بس العلاف زحمه موت، ما قدرتش اروح عند العلاف، كنت شايله حاجات كتير النهارده. فحابه هرجع لكم واحنا بنعمل صينيه البطاطس. اللي انا احسن واحده بعمل صينيه بطاطس، مش احسن واحده قوي يعني. في ناس طبعا بتعمل احسن مني بكتير، بس انا هحط لكم تكه في صينيه البطاطس بتخليها ريحتها بس تاكليها وهي نيه. حابه هرجع لكم تاني واحنا بنعمل صواني البطاطس بعد ما اشيل الحاجات دي كلها، ونعمل حبه رز بشعريه وحبه ملوخيه خضراء. لو ما حدش جالي مش هعمل الملوخيه الخضراء، هي صينيه بطاطس ورز بشعريه وحبه سلطه وخلاص. وهخلي برده الخيار ده، بس انا طبعا مش كل شويه هجيب لكم فيديو تخليل الخيار. بصوا الخيار الرفيع دون يعني، هو طازه وكل حاجه. ال3 ب10. كان بيقول لي ب4 جنيه. فقلت له ايه، هو اللي قال لي خدي 3 ب10 والله. لما تلاقاني مشيت قال لي طب تعالي خدي 3 ب10. بصوا كله معوج كده. فانا هخللهم برده في البطرمان، وده بقى اغسله وعينه في التلاجة. ده كيلو ب5 جنيه. فيعني الحاجات النهارده كل ما بنزل حاجات غليت وحاجات رخصت، بس هي الفاصوليا الخضراء هي اللي لسه بشاير. كان بيقول لي ب12 ادهاني ب10 جنيه. فانا حابه كده هشيل كل حاجه وهرجع لكم دلوقتي يا حبايبي. خرطنا البطاطس، عملناها طرنشات وضربنا نقطه في الخلاط. هنعمل بقى صينيه البطاطس مع بعض. وجبت بصلايه متوسطه وقرنين فلفل خضر. التوابل بتاعتها فلفل اسمر، كمون، كزبره، ملح. ما بحطش اي بهارات تانية. انا عاوزه اكل صينيه بطاطس زي بتاعت زمان. زمان ما كانش فيه البهارات اللي احنا بنحطها
يعني هي البهارات حلوه برضو بس في اكلات معينه، لكن صينيه البطاطس انا بحب كده بالكمون والفلفل الاسمر. وقطفنا الملوخيه. انا بصراحه احنا تاني يوم انا طبعا ايه جايه لي بالليل قوي، وقلنا بقى ايه هنقضي بواقي الاكل النهارده ونأجل الاكل ده لبكره، عشان ايه بتحب صينيه البطاطس من ايدي. فايه جات لي النهارده وانا حاطه الفرخه على النار بتتسلق. انا هعمل فرخه واحده بس عشان الفرخه كبيره، والباقي كله اللي تعبانه واللي مش راضيين ينزلوا عشان خاطر انا بصور النهارده الجمعه اللي هو يوم 11 انتوا عارفين بقى عشان خاطر ايه. فدون الملوخيه هي بتنشف مقطفاها وغسلتها، نخليها كده على جنب. وهنعمل دلوقتي مع بعض صينيه البطاطس. ضربت القوطه في الخلاط، دلوقتي هقطع بقى البصله دي ترانشات مع ده. طبعا القوطه وانا بضربها في الخلاط حطيت فيها بتاع 5 فصوص ثوم، اهم حاجه الثوم يا جماعه. فدلوقتي بقى هخرط البصل ترانشات كده وهقول لكم هنعمل فيه ايه. هي دي احلى حاجه في صينيه البطاطس، التكه اللي انا هعملها دلوقتي. يلا اللي متابعني يخليه معايا ويحط لايك ويشترك عشان يوصل لكم مني كل جديد. حط لايك يا جماعه، انزلي تحت هتلاقي كده حاجه عامله كده، دوسي هتنور، هتبقى سودا، تبقى كده اللايك والتعليق حلو منكم عشان ترفعوا من معنوياتي والفيديو ايه يترفع. عاوزين ما تاذونيش، انا عاوزه القناه تكبر بالايه باللايكات وبالايه بالتعليقات. يلا بينا نكمل مع بعض بقى صينيه البطاطس. هقطع بقى البصل وهقطع قرنين الفلفل وهقول لكم هنعمل ايه. بقى قطعنا البصل هنروح واخدين التوابل دي اللي هي كمون كزبره فلفل اسمر وحبه ملح وربع معلقه سكر عشان الصلصه. ونقعد بقى ايه ندعك فيها كده بايدينا كده، احنا بنعمل لاهل بيتنا يعني ما تقرفوش. انا مصبنا ايديا ومخليها زي الفل، وانا في البيت عندي ما بيقرفوش يعني. مش هنلبس، اصل احنا مش شغالين في مطاعم يعني. مش انا بقى مش من النوع اللي البس واعمل جرافس ويعني البس كده الجوانتي ويا ماما لا. ايه احنا بنعمل في بيتنا واهل بيتنا اللي هياكلوا، واحنا بنعمل حد هيقرف يعني؟ حتى اخواتي، انا اخواتي ما بيقرفوش مني عشان انا هم عارفين اللي انا في النظافه عامله ازاي. بس كده دعكتها ونروح بقى مقلبينها على بعضها كده هون كده. وطبعا الفراخ انا مش هحطها فيها لان احنا عاوزينها محمره كده. ونروح بقى حاطين الايه الطماطم بس كده. نزودها بقى كبشتين شوربه ونحطها على النار تغلي غلوتين. انت زي ما انت بتحبيها فيها صوص زودي شوربه كتير، بتحبيها ناشفه احنا بنحبها ناشفه فيها صوص حاجه بسيطه. انا هزود بقى كبشتين شوربه احطها تغلي على النار واحطها في الفرن وهوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن منظرها عامل ازاي. وهنعمل مع بعض حبه رز بشعريه وحبه ملوخيه يستاهلوا بقكم. يلا بينا يا حبايبي بقى نعمل رز بشعريه. حطينا معلقتين زيت. دوتا جت حطينا معلقتين زيت ومعلقه زبده وهنحط حبه الشعريه. كانت بتلعب على السلم مع اصحابها. وهنحط الشعريه كده. وطبعا نقعين بتاع نص كيلو رز. صينيه البطاطس يا جماعه حطيت عليها معلقتين زيت نسيت اقول لكم عليه. حط لايك والنبي حط لايك عشان خاطر توته. احمر بقى الشعريه وبعد كده احط الرز. طريقته سهله جدا طبعا. الميه ما تكترهاش بعد الرز بايه بعقله صباع نص عقله صباع لو نقعاه، لكن لو مش نقعاه بعقله صباع. فانا بقى احمر الرز بقى وايه وهوريكم الاكل بعد ما يتعمل شكله عامل ازاي. البت اتجننت ماشيه تقول حط لايك كده يا حبايبي. خلاص صينيه البطاطس جميله ما شاء الله، ريحتها تحفه قلب ريحه الدنيا. وعملت الفراخ في صينيه في الفرن برده بس بعد ما اتسلقت حطيت عليها معلقه صلصه ونص ليمونه ودهنت وشها وحطيتها في الفرن. ودي منظر الملوخيه الخضراء اللي ريحتها تحفه وشويه بتنجان. وده الخيار المخلل اخر خيارتين مخللين والباقي في البطرمان انا عملته. وده بقى الرز بالشعريه التحفه وفريد وهو فلو كان عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. ودي كانت غدوتنا النهارده، غدوه جميله جدا اسهل اكله صينيه البطاطس اللي كل الشعب المصري بيحبها والملوخيه الخضراء. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.